لهذا جاء أيضا في الآية الأخرى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن يمسسك المس هنا أقل من الضرر، شيء من الأذى، شيء من، وهذا ليس مراد لذاته، وسماه هنا مسا الله سبحانه وتعالى، أي يأتيك شيء من الشر، لأن الله لا يريد أن يؤذيك إيذاء لقصد الإيذاء، لقصد الضرر، لا أبدا، مستحيل. وإنما كما يسميه بعض أهل العلم ما هو محبوب لغيره. بعض الناس بعيد عن الله، بعض الناس مقصر، بعض الناس واقع في المعاصي، بعض الناس مقصر في الواجبات، فيأتيك المرض، يأتيك بلاء، يأتيك مشكلة، يأتيك مصيبة، على قولتنا مثل الإطلاق، توين رايح، انتبه، امشي عدل، تراك ماشي غلط. إذا ما جاءك مثل هذه الأمور التنبيهية وإيش يكون الحال؟ ستسير على خطأك. فتأتي هذه التنبيهات قد تكون قاسية، قاسية أحيانا، مؤلمة، فيها ضرر عليه، قد يكون فيها ضرر، ولكن ما فيها من الخير وحكمة الله سبحانه وتعالى بذلك ما قد تعلمه وقد لا تعلمه، وهو أكثر وأكثر وأكثر. فالله حكيم، فيأتيك الضر أحيانا وأنت تقول إيش فيني، ليش ما ليش. يأتي أحيانا حديث النفس، ما فلان أحسن مني، فلان كذا، ما تدري، وما يدريك فإن الله قد يريدك في منزلة كما جاء في الحديث لا تصلها بعملك، عملك ما يوصلها، فيبتليك فتصبر، يعني يبتليك وينزل عليك الصبر وتصبر، فيرفعك الله سبحانه وتعالى إلى هذه المنزلة. عمرك كله ما راح توصل المنزلة هذه، أعمالك وطاعاتك وصلواتك وقرباتك وصدقاتك ووقفك وكل شيء ما يوصلك إلى هذا المكان. يأتي البلاء، يأتي معه الصبر كما قال ابن القيم، فتصبر فيرفعك الله سبحانه وتعالى ما لا تستطيع في عمرك كله من العمل. فالله سبحانه وتعالى لما يمس العبد بضر تأكدوا أنها لحكمة بالغة قد نعلم منها، وهناك أشياء لا نعلمها أبدا أبدا أبدا. فهو الحكيم سبحانه جل وعلا. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أراد أن يعطي الله لو تجتمع الدنيا كلها على أن يمنعوك لن يستطيعوا. إذا الله كاتب لك راح يجي لك، وإذا أيضا ليس لك فلن يأتيك، وأيضا هذا كله لخير وحكمة. جاء في الحديث أن الرجل يأتيه الخير حتى يكون بين يديه، خلاص تأكد باقي على قولتهم الشيء لا يذكر، خلاص أخذها بيدي، فيمنع منها فيقول يا رب، يدعو الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه لو أخذها لكفر بها، تدخلها النار هالنعمة هذه، أنه سيطغى وراح يتغير أموره وراح يكون الأسوأ، فيحرمه الله رحمة به من هذا الخير لئلا يكون سبيل له إلى نار جهنم. قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فربنا غفور ورحيم بعباده، يستر عيوبنا ويتجاوز عن خطايانا، وهو رحيم بنا سبحانه وتعالى، أرحم بأمهاتنا بنا، أرحم. شفت أمك وأبوك، أمك خصوصا اللي كلها رحمة، الله أرحم بنا من أمهاتنا. وقول الله أيضا أيها الأحبة قال فابتغوا عند الله الرزق، والآية لها ما قبلها
وهو قوله جل وعلا: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الرزق هو العطاء. لما الله سبحانه وتعالى يعطي لعباده فهذا رزق منه جل وعلا. إذا أردت أن يرزقك الله فاعبده حق عبادته، احرص على التوحيد. تريد الله يرزقك، احرص على التوحيد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وخص الشكر هنا مع أنه من العبادة، ولكن لأهمية منزلته في مسألة الرزق. لئن شكرتم لأزيدنكم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالشكر به تكون إيش؟ زيادة الخير. والشكر أيها الأحبة كما ذكر أهل العلم أنواع ثلاثة: شكر باللسان، وهو أن يذكر العبد فضل الله عليه فيشكر الله بلسانه ويقول إن الله من علينا بالخير، ما يأتي ويتذمر على قولتنا يتحلطم ويقول والله ما أدري ايش فيه وهو عنده خير الله، ولكنه ينكر نعمة الله عليه. فهذا ليس من صفات الشاكرين، بل الشاكر يكون ايش؟ ذاكرا لربه، يذكر فضله عليه، يبين ذلك في حاله وفي نفسه. ويكون أيضا أيها الأحبة، وهو الأهم، بالقلب، أن ترى أن لله فضلا ونعمة عليك، اعتراف القلب بأن لله فضل عليه ومنه. بعض الناس ايش يكون عنده ايش مسألة ان انا ذيب أمعط. تسمع الذيب الأمعط؟ الذيب الأمعط هذا يعني مفلفلها، يعرف في السوق، يعرف كذا، ولد خطير رجال خطير، يعرف في السوق، يعرف في الكذا، ما ينقص عليه. وما يدريك إذا أراد الله أن يأخذها منك بهذا التفكير مالك يسقطك. فلا بد أن تعلم أن لله فضلا عليك في صحتك، في مالك، في أولادك، في حياتك، في بيتك، في زواجك، في أمور حياتك كلها. القلب لا بد أن يعترف بذلك، يقر، يخضع لهذا الأمر. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الثالث أيها الأحبة يكون بالجوارح، الشكر بالجوارح، وهو العمل بمقتضى هذه النعم. اعملوا آل داود شكرا، بأن يستجيب العبد إلى هذا المنعم، فيأمرك بالصلاة تقول له حاضر، يأمرك بالزكاة تقول له أبشر، يقول لك طيع ربك وابعد عن المعاصي تقول له أبشر يا رب، على العين والرأس. فتكون هذه الجوارح مسخرة لشكر الله على ما أنعم به بطاعته والاستجابة لأمره. لهذا يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: قلبي، أو عفوا لساني وجسمي والضمير المحجبة، وهو القلب. ثم انتقل رحمه الله إلى قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل هنا يعني لا أضل، ما في أحد أضل من هذا. أسوأ شخص على وجه الأرض وأضل شخص على وجه هذه الدنيا الذي يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. يأتي إلى القبر ويطلب منه: وأريد ولد، وأريد مدري إيش، وأدركني ابني مريض ومدري، والرجل في عالم وأنت في عالم.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. ما راح يستجيب، مثل اللي يكلم طوفة، حائط، تكلم حائط، سوي لي ودي لي وحط لي، ما راح يستجيب يا ابن الحلال. وين عقلك؟ يذهب إلى القبر ويسألهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة كلا الطرفين يكفر بالآخر. أهل القبور اللي دعوهم من دون الله يتبرؤوا منهم، وهؤلاء يتبرؤوا منهم، لأنهم يوم القيامة يقولون إيش؟ والله ربنا ما كنا مشركين، ما أشركنا. فتأتي الدلائل من جسمك، يأتي الدلائل من الرسل، يأتي الدلائل من الأشخاص، تأتي أمة محمد تشهد على هؤلاء القوم أنهم وقعوا في الشرك. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ينتهي هذا كله، وهي كلها رسالات من الله سبحانه وتعالى تنبه عباده أن لا يذهبوا لأولئك الناس، إلى أولئك الضعفاء، إنما يدعى الله سبحانه جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ويوم القيامة، لا الآية، وإذا حشر الناس، أحسنت، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. تأتي يوم القيامة تظن أنك تشد الظهر بفلان، مع السلامة، كل يبي العافية، لأنه لو استجاب وتكلم في هذا سيوقع نفسه في النار. لهذا يقرر الله إيش؟ ملائكة، يؤتى يوم القيامة بالملائكة: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ تبرؤون. يأتي بعيسى وأمه: إذ قال الله يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يرد على طول: قال سبحانك، أبدا، الكل ينزه الله سبحانه وتعالى أن يكون له شريك. الكل أيها الأحبة يوم القيامة يتبرأ. فيوم القيامة إذا حشروا، من قال لك أصلا؟ من قال لك أن تعبدني؟ فالكل يتبرأ، لأن المقام هنا مقام إفراد الألوهية لله وحده، ما فيها اختيار. يا أما تكون موحد كما كنت في الدنيا، يا أما أنت مشرك والنار. فتقوم الحجج، تقوم الحجج أيها الأحبة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما في غيره سبحانه جل وعلا. هل هناك أحد يرفع الضر غير الله؟ هل هناك رب إذا رجوته ودعوته أجاب دعائك؟ حتى الكافر وهو كافر لما يدعو الله، الله سبحانه وتعالى إيش؟ يستجيب له ويحفظه ويغيثه ويرفع عنه السوء والضر. هل هناك أعظم من الله؟ لما تذهب إلى أولئك الأموات أو الأحياء الذين لا نفع لهم ولا ضرر؟ أمور هذه لا يستطيع أحد أبدا أن يفعلها إلا ذاك القوي المتين سبحانه جل وعلا. وختم رحمه الله بهذا الحديث، وهو يعني مما تكلم فيها للعلم بضعف، ولكنه يؤيد الآيات والأحاديث. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق منافق يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم، أي بعض المؤمنين:
قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق يؤذي المؤمنين. قيل كما ذكر الشراح أنه عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، وكان له سطوة في المدينة، فكان يؤذي المؤمنين، فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله، أي إيش؟ نطلب منه أن يصرف عنا شر الرجال، وهذا مما يجوز شرعا، ولكن كما ذكرت لكم أن ينظر إليه من باب أنه سبب فقط سبب، الله جعله سبب يرفع عنك هذا الشر. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يريدون إيش؟ أن يعني مثل يكلمه ويزجره شيء لأجل أن يبتعد عن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المربي صلوات ربي وسلامه عليه، قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. أراد أن يوجه أن بالمواقف تثبت إيش؟ العقائد أكثر وأكثر، فأراد النبي أن ينبههم مع أن الأمر إيش؟ جائز ما في شيء، ولكن أراد أن ينبه على المصطلحات إذا كانت شرعية احرص كل الحرص أن تكون إيش؟ ملتزم بها ومفهوم فهما صحيحا، وليس كما يفعل أولئك الضالون المضلون الذين يطلبون ويقولون للناس أن يذهبوا إلى القبور إلى الصالحين ويستغيثون بهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستغيث به سبحانه وحده، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وسوء. والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.